السلام عليكم واهلا بكم مع ام احمد. هنعمل مع بعض احلى حلة محشي. معانا ورق لفت. الورق اللفت ده عملناه ازاي؟ جبناه وغسلناه كويس وبعدين حطيناه في ميه سخنه وشلناه على طول، ما سيبناهوش لما يسمر معانا، بتشيليه بسرعه او تحطيه في ميه ساقعه تحت الحنفيه تشطفيه بالشكل ده عشان يفضل لونه اخضر بالشكل ده. لو طولت عليه في السلق بتاعه هيسمر منك وهيبقى دبلان جامد، مش هتعرفي تحشيه. ومعانا كمان ورق كرنب وورق خاص. طبعا ورق الكرنب احنا سلقناه ازاي، انا وريتكم الطريقه بتاعه سلقه قبل كده اللي هي على البخار، طريقه سهله وجميله جدا هتعجبكم. لو حابين تشوفوها هسيب لكم اللينك بتاعها اخر الفيديو. معانا بصل مبشور، ومعانا جزر مبشور بالشكل ده، ومعانا طماطم عصير طماطم، ومعانا صلصه، ومعانا هريسه شطه، ومعانا هنا التوابل بتاعتنا معلقه كبيره كزبره ناشفه وتوم باودر وبصل باودر وفلفل اسمر، ومكعب مرق ده هنحطه على الوش لان احنا حاطين في الحله من تحت جزر وطماطم وبصل وتوم صحيح وعودين كرفس بالشكل ده، ورشين مكعب مرق بالشكل ده، وسايبين عودين كرفس وتوم صحيح كده، والمكعب المرق ده هنحطهم على وش حله المحشي. دلوقتي يا حبايبي احنا هنعمل تسبيكه المحشي بالشكل ده. انا حطيت سمنه على زيت هنا على البصل بتاعنا، انا بنحمرش البصل، انا يا دوب بدبله كده. وطبعا انا عامله تسبيكه المحشي دي معاكم قبل كده فيديو، لو حابين تشوفوا الطريقه بتاعتها هسيب لكم، هتظهر على يمين الشاشه اهي. يا دوب هنقلب البصله تدبل معانا وبعدين نحط الطماطم بتاعتنا والصلصه. ما تحمريش البصله بتاعتك عشان المحشي ما يتعبش المعده، يبقى تاكليه كده يبقى طعمه حلو كده يا حبايبي. يا دوب البصله دبلت معانا بالشكل ده، هننزل عليها الطماطم بتاعتنا اهي بالشكل ده كده. لما بتحمري البصله انا معاكي بتحمر التسبيكه بتاعتك كويس، بتحمرها معاكي شويه، بس بتتعب المعده لو كلتي شويه محشي بتتعبي بعدهم كده. لما تعملي بالطريقه ديت هتبقى طعم المحشي معاكي جميل جدا اهو. وهنحط معلقه صلصه كمان عشان يبقى لونه احمر وحلو الطريقه دي كده اهي. وهنسيبها تغلي لما الميه بتاعت الطماطم تنشف شويه معانا، وهناخدها على طول، مش هنسيبها تسبك كتير قوي لحد ما تطلع الايدام بتاعها بره بالشكل ده على وش الصلصه بتاعتنا. كل الحاجات دي يا جماعه والله بتتعب المعده، انما بالشكل ده هتبقى حلوه معاكم قوي. اللي هو المحشي الني في ني اهو. ممكن تحطيه ني في ني ازاي؟ ممكن ما تحطيش كل ده على النار، ممكن تاخدي كل ده بالبصله تدعكيها بالتوابل بتاعتك وتحطيها على الرز على طول هي والطماطم، ما تحطيش على النار خالص. كمان بتبقى جميله قوي قوي. هبقى اعملها معاكم مره بقى قبل كده بعد كده هتعجبكم قوي. معانا الرز بتاعنا يا حبايبي اهوت. طبعا كميه الرز حسب ما انت هتعملي محشي قد ايه، الكميه اللي انت هتعملي بيها. اللي شايفين التسبيكه بتاعتي اهي، ما طلعتش السمنه او الزيت بتاعها بره على وش ما سبتهاش لما عملت كده، لما اتسبكت جامد لحد ما طلعت الايدام بتاعها بره اهو بالطريقه دي، مسبكه كويس وكل حاجه اهو، والبصل لونه راح خالص اهو. دلوقتي حطيت الجزر بتاعنا يا حبايبي كده اهو، وهنحط التوابل بتاعتنا. انا ما بحطش التوابل بتاعتنا في التسبيكه، انا بحطها دلوقتي بالطريقه دي كده. ونحط حطينا هريسه الشطه بتاعتنا اهي يا حبايبي كده اهي، والملح بتاعنا اهوت، الملح طبعا حسب الرغبه. وهنحط الخضره بتاعتنا اهي بالشكل ده كده، واقلب الخلطه بتاعتي وارجع لكم تاني. بعد ما عملنا الخلطه بتاعتنا يا حبايبي اهي، قد المحشي بالورق بتاعنا اهو. طبعا هو عامل زي ورق العنب، في ليه وش وليه ظهر. الوش الناعم
زي ورق ما بنعمل مع ورق العنب بالظبط. هنخليه لبره والخشن هنخليه جوه اهو بالطريقه دي كده. هتلفي على ايدك، هتلفي على الرخامه بتاعتك اللي يعجبك اهو بالطريقه دي كده يا حبايبي اهو. نفس الطريقه كده. هو عن طعمه خطير جدا، ما يفرقش عن طعم ورق العنب حاجه، بيبقى جميل جدا واحلى منه كمان. لما هتجربوه هيعجبكم بجد. بالطريقه دي كده هتقفلي. عايزه الصباع كبير هتحطي رز كتير، عايزه الصباع صغير كده هتحطي زي انا ما بعمل كده اهو. بالنسبه للبنات اللي لسه صغيره بتلف على ايديها بالشكل ده كده، ولا مكنه لف محشي ولا حاجه، على ايدك بسرعه اسرع اهي. كمان صباع بالشكل ده، وتتحكمي في الورقه معاكي. لو يعني تقطعيها حسب الصوابع اللي انت عايزه صباع المحشي قد ايه اهي. الطريقه دي نرص في الحله بتاعتنا كده. هخلص كل الكميه بالشكل ده وارجع لكم. ده المحشي اهو يا حبايبي. بعد ما لفيناه بالشكل ده انا رشيت عليه مرقه الدجاج، واللي حطيت عليه فصوص الثوم الصحيحه كده وعودين كرفس، وحطيت عليه قرنين شطه حامين من فوق كده. لو مش بتحبي بلاش. وهنزل عليه الشوربه بتاعتنا سخنه كده اهي. هقول لكم ازاي قد ايه دلوقتي. الشوربه بتاعتنا يا حبايبي بالشكل ده كده، مش اكتر من كده. ما تطلعيهاش فوق المحشي من فوق اكتر من كده بالشكل ده. وهنحطه على النار يغلي، واول ما يغلي هنهدي عليه النار ونسيبه لما يستوي براحته. يلا بقى هوديه على النار. هي حبايبي المحشي على النار بالشكل ده. حطيناه على نار عاليه. اول ما يغلي بنحطه على العين الصغيره عندك، بتوطي عليه وبتسيبيه يستوي براحته، وهنشوفه مع بعض لما يستوي. ده المحشي اهو يا حبايبي. بعد ما استوى بالشكل ده انا ولعت له فحمايه، وهحط عليها شويه زيت بالشكل ده كده اهو. وانسوا الجمال بقى. ده محشي ورق اللفت يا حبايبي اهوت. احلى من ورق العنب، وهتجربوه وتدوقوه تقولي لي رايكم فيه ايه اهو. مين فينا ما بيحبش المحشي بقى في جو السقعه ده؟ كلنا بنحب المحشي في السقعه ده متدفي، والمحشي في السقعه دي جميل جدا. وخصوصا محشي اللفت ده محشي تحفه، الريحه تجنن بجد. يا رب تجربوه بطريقه ام احمد دي وتعجبكم. ولو لكم استفسارات اكتبوها لي اسفل الفيديو. ما تنسونيش في اللايك والشير، وسلام عليكم.